بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتم صحة واحسن حال. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبلغنا وإياكم رمضان ويعود علينا بالخير والأمة الإسلامية جميعا يا رب. النهاردة حبيت أصور معاكم فيديو كده ندهز الفطور مع بعض. معلش أنا مش قادرة أصور والله من أول يوم رمضان. حاسة بكسل كده ومش قادرة أصور، مش لاقية نفسي إن أنا أصور. معلش يعني اعذروني. فحبيت النهارده اجهز معاكم الفطور. هنعمل كده محشي زي ما انتم شايفين كده. عندي كرنبايه كده وسط حلوه هنعملها محشي، وهنعمل فراخ وراها. جست اللبن دي مالكمش دعوه بيها، انا هغليها واحطها في التلاجة. فمعلش يعني ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات وكده. فانا هنا حبيت ان انا اعمل المحشي معاكم. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله هنعمل فيديوهات جميله مع بعض. ان شاء الله هبتدي اعمل فيديوهات معاكم، بس معلش. وبتمنى كل اللي يتفرج على الفيديو يصلي على الرسول، وتعليق حلو منكم كده تشجعونا بيه. تابعوا معايا الفيديو. انا خرطت البصله عشان اعمل تتبيله المحشي زي ما انتم شايفين كده. وسلقت الكرنب اهو، هقطعه دلوقتي. الحله دي فيها اللبن اللي انا غليته. هتحمر البصله وهرجع معاكم احط الطماطم وهنحشي سوا. هنا انا حطيت الطماطم، انا مفرزه طماطم كده، طلعت كيس حطيته بعد ما اصفرت البصله. وقطعت هنا الخضره اهو زي ما انتم شايفين. هسيبها طبعا تتسبك، وبعد كده هلف الكرنب معاكم المحشي، وهنعلق على الفراخ كده تستوي ان شاء الله. خليكم معايا دلوقتي كده. زي ما انتم شايفين التتبيله ابتدت تتسبك. هحط هنا معلقه من معجون الطماطم زي ما انتم شايفين، بتدي طعم حلو خالص في المحشي. وحطي هنا صوص حراج يعني. معلقه كده برضو. وبحط هنا التركايه حلو خالص ان انا بحط شويه محشي كده، شويه مخزه خضراء بتتسبك مع المحشي، والباقي طبعا بسيبه في الطبق كده لغايه ما احط الرز. بس دول بيدوا ريحه حلوه خالص للمحشي، وبيخلوا المحشي ما يطلع معاكي طعمه حلو يعني. بس كده هديها تسبيكه شويه وعبال ما اغسل الرز، وبعد كده هرجع معاكم. كده انا حطيت الرز وحطيت الخضره، وحطيت هنا كمون، وبحط كده رشه كزبره ناشفه برضو. وقطعت الورقه بتاعه المحشي. هحضر الحله اللي انا هلف فيها، هلف المحشي معاكم ان شاء الله. كده انا خلاص حضرت كل حاجه. ابتدي احشي المحشي معاكم كده. نسمي بسم الله. زي ما انتم شايفين انا بحب الصباع كده رفيع، بحب الصباع تخين كده. معلش انا هحشي بايدي بقى عشان اخلص. لما تيجي تحشي المحشي كده، تحشي على الناحية كده اللي فيها العصيان كده من جوه، تخلي العصيان بتاعت المحشي من جوه عشان ما يكتم معاكي اول ما يستوي، ما يدلتش كده ولا حاجة. زي كده مثلا اهو كده. بس انا بحط حبة رز صغيرين كده عشان الصباع يبقى كده حلو، ميبقاش كبير كده وشكله مش حلو. وهوريكم برضو بعد ما رصت المحشي كده تركايه حلوة في المحشي هتخلي معاكم المحشي طعمه جميل خالص.
بس ما تنسيش بالله عليك لو وصلت لغايه هنا تصلي على الرسول كده. الصلاه على النبي يعني حلوه كده وبتريح القلب وبتريح البال. حاولي اني يعني اغلب وقتك كده وانت بتعملي الحاجه يبقى يعني بوزك كده مليان بذكر الله طبعا كتير. ذكر الله حلو طبعا، بيريح القلب ويريح البال طبعا، والصلاة على الرسول حلوة. طول ما انت بتذكر الله ربنا هيقف معاك في كل حاجة بتعمليها ان شاء الله. يعني ربنا يقوينا جميعا يعني على اللي احنا فيه والغلا والحال اللي احنا فيه ده هو. فربنا يقوينا جميعا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت طبعا المية للفراخ تتسلق عشان انجز يعني. طول ما ايدك في الحاجة هتخلصي بسرعة. الكسل وحش خالص. يعني لما بتعملي الحاجة طبعا طالما انت شغالة ايدك في الحاجة دي وايدي مع بعضيها الوقت بيعدي بسرعة، هتلاقي نفسك يعني كل حاجة خلصت معاكي. اللي انت لو حطيتي يعني مثلا ايدك على خدك وقلتي ان انا هعمل ومش هعمل ومش عارفة ايه، وهتقعدي تحكي مع نفسك كده مش هتعملي حاجة. هحشي باقي المحشي كله زي كده معاكم بس عشان ما اطولش عليكم، بعد كده هرجع معاكم واوريكم. كده المحشي بعد ما لفيته كده زي ما انتم شايفين. طبعا هسجيب الشوربه واحط على البوتاجاز وارجع معاكم. دي انا حاطه هنا الفرخه تسويها زي ما انتم شايفين، طشت لها كانوا الثوم طبعا. شايفين الشوربه. هاخد طبعا الوش ده كده وهعمل بيه الملوخيه. بعد كده هزيد المحشي وهوريه لكم. هنا كده زي ما انتم شايفين حطيت الشوربه وانا ابتدت تغلي. هحط هنا الملوخيه. طبعا انا عندي الملوخيه ناشفه. هنا ما تخليش الملوخيه تغلى كتير معاك عشان ما تسقطش معاكي. زي ما انتم شايفين كده الملوخيه قوامها حلو يعني. انا مش عملت غير طبق بس عشان طبعا فيه محشي وفيه لسان عصفور وكده. كده الملوخيه ابتدت تغلي معايا. هضيف لها هنا شويه كزبره ناشفه وبعد كده بقى بطشلها. بس كده وهتاكلي احلى ملوخيه ان شاء الله. كده انا اطفي عليها. كده انا زدت المحشي. انا حطيت هنا العصية بتاعه الملفوف او الكرنب يعني حطيته من فوق كده عشان بس الوش الفوقاني يستوي ما يبقاش ناي معايا. لقيتها كده بالشوربه زي ما انتم شايفين. هحطها تغلي وبعد ما تغلي هوريكم. طبعا هحط مع معلقه سمنه بلدي كده هتخلي المحشي في حته تاني. هسيبه يستوي دلوقتي. طبعا الفراخ انا سلقتها خلاص كده زي ما انتم شايفين. هطلعها واحطها في مصفى عشان تصفى واحمرها. المحشي هيستوي. هحط له هنا سمنه بلدي، حتت كده من السمنه البلدي. بس كده وبسيبه يتشرب كويس. هو خلاص استوى معايا. ههدي عليه النار خالص. بعد ما يستوي هوريه لكم احمر الفراخ وارجع معاكم.
ما فتحت انا. دقيقة تسجلوا. كده المحشي زي ما انتم شايفين كده، ارفعوا كلكم زي ما انتم شايفين كده المحشي. في الطبق لذيذ زي ما انتم شايفين كده. شايفين المحشي كده يتعدي واحدة واحدة. والفراخ هنا حمرتها وعملت شوربة لسان عصفور يا بنت في الطبق ده. هوريكم دلوقتي الملوخية. وده كان فطارنا معاكم يعني. وادي كده طبق الملوخية زي ما انتم شايفين. ده اكلنا النهارده وفطارنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه ان شاء الله. وربنا يبلغنا وإياكم رمضان ويعود عليكم بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.